رجعنا يا شباب لآخر جزء هنشرحه النهاردة، أو آخر جزء هيتشرح بيه. نشرحه بتفصيل شوية، ممكن زيادة شوية عن المحاضرة، لأن هو مهم جدا جدا جدا. أول حاجة عندنا كنا احنا قلنا النهاردة هنشرح الانالجيسكس. شرحنا نون سترويد الانتي انفلاماتوري دراجز بالاسيتامينوفين، اللي هو قلنا مش المفروض مش تبعهم، ما يعتبرش تبعهم أوي، لأن هو زي ما قلنا شغال سي ان اس أكتر من البريفري. والاسبرين اللي شرحناه، وشرحنا النون سترويدال كله. طيب نخش دلوقتي على الستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. وعشان نخش على الستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز لازم افكرك بحاجه مهمه جدا، او الستيرويدالز دول مهمين نفتكر الصوره دي. ايه هي الصوره دي؟ الصوره دي كنا شرحناها في بدايه خالص، في بدايه شرحنا للاي انالجيسكس. طيب ايه الفكره في الصوره دي؟ ان انا قلت لك ان انا عندي الاسترويد ده عباره عن ليبيد، فالليبيد هيعدي من الممبرين فوسفوليبيد. الليبيد بيعدي من الليبيد، فهيعدي يدخل جوه، بيعمل حاجه اسمها بيمنع، زي ما قلنا بيمنع الفوسفولايبيز A2 عن طريق ان هو بيزود حاجه اسمها اللايبوكورتين. تمام. مش لازم تحفظ الاسامي، اهم حاجه بس تبقى فاهم ان هو بيعدي من جوه وبيشتغل على الجينز اللي جوه الخليه، او اللي هو دخل فيها دي، وهنعرف الخلايا اللي بيدخل فيها. ولما بيخش في الخلايا بيمنع الفوسفولايبيز A2 عن طريق ان هو بيزود اللايبوكورتين، فبالتالي هيمنع لي هيمنع ده كله. الكلام ده كله معايا اكس. مش هيتعمل ليه؟ مش هيتعمل لان انا خلاص منعت الاب بتاعهم، او زي ما بيسموه كده، اللي هو المكون الاصلي اللي بيتحول منه كل الاندوبروكسيدز والليوكوتراينز، منعته، قفلت الاركيدونيك اسيد فورميشن، فبالتالي لا في ده ولا في ده. فبالتالي اي سايد افكت او اي حاجه قلناها مع الحاجات دي هتلاقيها موجوده مع مع الكورتيكو ستيرويدز. وهنشرح السايد افكت بالتفصيل، مع ان المفروض عندك ان هي مكتوبه نايس تو نو، لان هي مهمه جدا وهتنفعك. ان ما كانتش نفعتك دلوقتي هتنفعك كده كده بعد كده في العملي بعد كده، وفي المواد بعد كده. طيب ايه الفكره؟ اول حاجه لازم هنشرح ميكانيزم اوف اكشن. عندنا اتنين ميكانيزم: جينوميك افكت، زي ما قلت لك شغال على الجينز، وحاجات نون جينوميك افكت، دي بتبقى لان هي نون جين، مش هتشتغل على الجين، فالجين لسه مش انت بتشتغل على الجين ده، الجين لسه بيصنع. فانت لما بتشتغل على الجين بتاخد الافكت بتاعك، او الشغل بتاعك محتاج ياخد وقت عقبال ما الجين لسه بقى يبدأ يصنع البروتينز او الحاجات، او يمنع تصنيع حاجات معينة ويزود تصنيع حاجات معينة. لكن النون جينوميك ده بيبقى رابid افكت. طيب دي اول نقطة. بيمنع بريديوس الكابيلاري برميابيليتي، بيقلل البرميابيليتي. انا عندي الكابيلاري كده، وده التيشو اللي حواليها. تمام. الاكسترا سيلولر، هتلاقي انت هنا بيقلل البرميابيليتي. ايه البرميابيليتي؟ ان انا عندي هنا الفلويد يطلع من الكابيلاري، يطلع بره هنا في في الفري سبيس ده. فبالتالي يعني في التوبيكال او السوبرفيشال انجكشن بيقلل حته لو في اديمه او في فلويد او في اي حاجه هنا بيقللها، لان هو بيقلل الكابيلاري بيرميابيليتي. واهم حاجه بينهمت الانفلاماتوري ميدياتورز، فبالتالي بيقلل عشان كده اسمه انتي انفلاماتوري، بيقلل الانفلاميشن. تمام. طيب يبقى ده كده بالنسبه للنون جينوميك افكت، مش مهم قوي، بس حبينا ننبه عنها بحيث تعرف برضو السوبرفيشال انجكشن ليه بيعمل بيقلل البرميابيليتي، او ممكن يقلل الاديمه لو في اديمه موجوده في المكان ده، زي ما زي ما شرحناها وقلناها. لان انت هتلاقي بعد كده اقول لك ان هو بيعمل اديمه، يعني الكورتيكوستيرويدز او الاسترويدال زي ما هم بيعملوا اديمه، هنعرف ليه او ازاي الميكانيزم بتاعها. طيب قلنا الجينوميك افكت الاسم معايا نصين: نص اكتيفيشن ونص ريبريشن، او بيعملوا دي اكتيفيشن، نسميها زي ما تسميها. اللايبوكورتين حبيب الملايين اللي كنا لسه قايلينه فوق، فهيقفل الفوسفولايبيز A2 ان هو يحول الفوسفوليبيد لاراكيدونيك اسيد. فبالتالي كده يا ريس مفيش عندنا اي بروستا جلاند، اي بروستا جلاندنز، سواء بقى كوكس 1 كوكس 2 او اللوكس اللايبو اوكسجينيز. الانترليوكين 10 ده انتي انفلاماتوري. انا كل شويه اقول لك حاجات كده ليها علاقه بالانتي انفلاماتوري، ده انتي انفلاماتوري، فبالتالي بيزود ويعمل له اكتيفيشن. البيتا 2 ريسبتورز اللي تفتكر اللي هي كانت بتعمل برونكو دايليشن، او كنا بنديها في حالات الازمه اصلا الحاجات دي. تمام. برضو بيعمل لها اكتيفيشن. يبقى كده عندي ثلاث حاجات: هيقلل الكوكس واللوكس، ويقلل البروستاجلاندينز انتي انفلاماتوري عشان بيقلل انترليوكين 10، والبيتا ريسبتور بيعمل برونكو دايليتيشن. طيب بيريبريس او بيقلل الانترليوكين 2، ده بتاع ايه يا باشا؟ الانترليوكين 2 ده تبع ده بيعمل ده برو انفلاماتوري، يعني بيعمل انفلاميشن. فقفلت الحاجه اللي بتعمل انفلاميشن، يبقى قللت الانفلاميشن. والاكتيفيتور بروتين برضو ده مهم جدا برضو في الانفلاميشن، بيقلله.
بيقللوا وبيقلل ايه زي ما قلنا كوكس 2 والكوكس 1. طيب ده كده فهمنا الميكانيزم شغال فين. بيشتغل بقى على ايه؟ بيخش يشتغل لي اي خليه مناعيه، ماكروفيج، نيوتروفيل، ايزونوفيل، ليمفوسايت، ماست سيل، كل دول ايه؟ يقللهم فيعمل لي ايه؟ اميون سبريشن. طيب تمام. يجي يشتغل على الفايبروبلاست والاندوثيليال سيل. تمام. يجي يعمل ايه بقى في الفايبروبلاست؟ الفايبروبلاست دي احنا عارفين انها بتصنع الكولاجين، فبالتالي لما يعمل لها يديكريز الاكشن بتاعها يبقى مفيش كولاجين، يبقى مش هعرف اعمل هيلينج. يعني لو اتعورت مثلا هنا كده، المفروض بعد ما البليتلت بتيجي تتجمع بتبدا البليتلت دي اللي يجي يتبدل مكانها الكولاجين ويقفل ايه الانجري دي. حتى هتلاقي بعد ما انت بتتعور وتشيل الحته السوداء اللي على ايدك دي، هتلاقي هنا ايه؟ في خط ابيض. خط ابيض ده ايه؟ هو الكولاجين. تمام. اللي بيعمل ايه؟ بيقفل الجرح او التعويره او الحاجه اللي عندك دي. طيب بالنسبه للاندوثيليال سيل، بيمنع الادهيجن بتاعه الليوكوسايت او الموليكيولز او ادهيجن موليكيولز. دي عباره عن لو انا عندي هنا دي بلاد مثلا فيسل، وفي هنا مثلا انفلاميشن، في هنا ادهيجن موليكيول في الاندوثيليوم، بيجي يمسك فيها ايه؟ لو قللنا بيجي يمسك فيها هنا كده ايه؟ الخلايا المناعيه او الليوكوسايتس بيسموها. فانا لما اجي امنع الخلايا اللي بتمسك فيها، لان انت في بلاد فلو ماشي هنا كده، فلما اجي امنع الخلايا او الادهيجن مولكيولز اللي بتمسك فيها الليوكوسايت، مش هتمسك، فبالتالي هتمشي مع البلد، فبالتالي ايه؟ مش هتقدر تشتغل هنا، فتقلل ايه؟ الانفلاميشن. تمام. طيب ده بالنسبه للسيلولار افكت. نيجي نخش على الكاتابوليك افكت. والله هم لقوا ان هي بتزود البروتين كاتابوليزم، فبالتالي تعمل لي مايوباثي او مايليجيا ماسل بين عموما. وبتقلل برضو كاتابوليك افكت اون بون، بتكسر او بتمنع او بتعمل انهبيشن او بتديكريز الاكتيفيتي بتاعت الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست دي الخليه اللي بتصنع البون، فبالتالي يحصل لك ايه؟ يجي بسببه اوستيوبروزس. ده انا كل ده هعمل لك ايه؟ بديك اديتك الميكانيزم الاول شغال ازاي، بيشتغل على ايه، والشغل بتاعه بيعمل ايه، بحيث ان انا ابقى جمعت لك او فهمتك السايد افكت بتيجي منين بتاعت الدواء، واحنا بنشرح ايه الميكانيزم. طيب بالنسبه للميتابوليك افكت، عندي جلوكونيوجينيسيس، سيميليت جلوكونيوجينيسيس، يعني بيزود الجلوكوز في الدم. طيب لو انت شاطر كده ايه ومذاكر فيسيو، لما بزود الجلوكوز ايه اللي بيحصل؟ الجلوكوز ده في الدم هل كتره ايه غلط؟ الجسم بيبقى عايز يعمل ايه؟ بيطلع انسولين، بيعمل انسولين سكريشن عشان يدخل الجلوكوز ده جوه ايه؟ الخلايا، سواء بقى في الليفر او في المصل. صح ولا غلط؟ صح. طيب يبقى انا كده المفروض هدخل جلوكوز جوه المصل، بس ستوب ثانيه واحده. بيمنع الانهبيشن بتاع الجلوكوز ابتيك باي المصل، البريفرال ابتيك بتاع الجلوكوز. واحنا عارفين الجلوكوز ده لما بيجي يتخزن جوه بيتخزن على هيئه ايه؟ جلايكوجين، فات سيلز عموما يعني. فبالتالي منع البريفرال ابتيك بتاع الجلوكوز، وبيسيميوليت اللايبوجينيسيس. الانسولين ده ايه؟ اللايبوجينيسيس ان هو يكون الجليسرول ويخزنه. فلما بقى بيجي يخزنه، لقوا ان هو بيخزنه في الحتت السنترال، بيسموها السنترال حتى اوبيزيتي. تمام. في الفيس، في الابدومين، هكذا. وبيمنعه في البريفرال. فهتلاقي يعني البني ادم اللي عندك ده حاجه بيسموها حته الكوشنج ديزيز. ايه الكوشنج ديزيز ده؟ بتلاقي البني ادم عامل كده، دي راسه تخينه ومدوره، مون فيس بيسموه، وادي كده ايه؟ رقبته برضو بتبقى تخينه شويه كمان، وعنده قتب من ورا، هجيب لك الصوره دلوقتي. وبص بطنه عامله كده. تمام. وتلاقي ايديه رفيعه، ايديه رفيعه ورجليه رفيعه ورجليه رفيعه، بشكله عامل كده بالظبط. وهجيب لك اوريك الصوره، بافلو هامب والحاجات دي. تمام. ده بالنسبه ايه؟ للميتابوليك افكت بتاعه. طيب بيأثر على بعض الاورجنز. قلت لك هو هيعمل اديمه. طب هيعمل لي اديمه ازاي؟ الكدني حبيبتنا احنا عارفين اصلا من فوق، لو تفتكر احنا قلنا ايه؟ لو قفلت الكوكس 1، الكوكس 1 ده ليه علاقه، بيعمل فازو دايلاتيشن. ماشي. فبالتالي بيزود او بيخلي بيمنتين زي ما نقول او يستابلايز الرينال بلاد فلو. فلما انا اقفل النقطه دي، يحصل ديكريس في الرينال بلاد فلو. فقلنا هيعمل ايه؟ زائد حاجه تانية، ان هو كمان بيأثر على الجلوميرولاي بتاعت الكدني اللي بتعمل فلتريشن، بيمبير الفانكشن، زائد الديكريز الرينال بلاد فلو. هيعمل لي ايه؟ اكتيفيشن لحاجه اسمها، قلنا الرينين انجيو تنسن سيستم. بيعمل ايه الرينين انجيو تنسن سيستم ده؟ بكل بساطه قلنا بيعمل سولت ووتر ريتنشن، ان ايه و اتش 2 او. فبالتالي العيان ده يبقى عنده اديمه وتحسه ايه؟ منفخ. طيب ده بالنسبه للاورجنز الافكتد. طيب بالنسبه للهرمونز، ماشي، دي حته كده ايه؟ محتاجين نشرح هذا الجزء هنا. انا عندي هنا زي مش عارف انتوا خدتوا بقى ولا لا، عندي البيتويتري جلاند او الخلايا دي، خدتوها في ثانويه عامه على ما اعتقد. بتطلع هرمونات، منها هرمون الاس تي اتش. تمام. وهنعرف ليه انا بتكلم عن الاس تي اتش، عشان هو اهم واحد فيهم، لان في مشكله كبيره بتحصل. طيب
هرمون الاس تي اتش ده المفروض ان هو بيروح يأثر على الادرينال جلاند، يطلع ادرينالين، تمام. واي نعم مش قوي، اللي بيأثر عليه السمباثيك اكتر، بس بيطلع ادرينالين والكورتيزون، وبقى ايه، والكورتيزول اللي احنا بنتكلم عليه الاستيرويد، وبيطلع حاجه اسمها مينرال كورتيكويد اللي هو الالدوستيرون. ماشي. والالدوستيرون ملوش علاقه برضه قوي بالايه اي سي تي اتش، انا بقول لك بس هي بتطلع ايه بحيث ايه من مبدأ العلم يعني. طيب، انا دلوقتي لما اجي بدي كورتيزول من بره، ده اكزوجينس من بره، فده بيروح يدي نيجاتيف فيدباك على البيتويتري دي، او يقول لها خلاص يا بيتويتري انا الكورتيزول اللي عندي كويس، ده اهم حاجه اصلا ان هي بتتركها البيتويتري، الكورتيزول نسبته عامله ازاي، الادرينالين والالدوستيرون مش قوي، تمام. فيقول لها لا الكورتيزول عندي كويس، قللي الايه الاي سي تي اتش اللي بيطلع. طيب، فانت عمال تدي اكزوجين، خلاص الجسم اتعود ان انت في حاجه اكسترنال، كورتيزول اكسترنال بيخش له، فقلل الاي سي تي اتش قوي. فبالتالي لما اجي انت تيجي انت فجاه كنت بتديله مثلا جرعه معينه، فجاه توقفها خالص، توقف جرعه الكورتيزول دي، يبقى انا ما عنديش كورتيزول في الجسم، والاي سي تي اتش قليل، مش قادر ان هو يخلي الادرينال تصنع كورتيزول، فتخش في حاجه اسمها ادرينال كرايسيس. كل اللي قلنا بقى اعكسه، هيبقى عندك فتيك طبعا، نوزيا، دايخ نتيجه الهايبوتنشن اللي انت عندك، اللي انت اصلا مفيش ادرينالين خلاص، لا بقى فيها ادرينالين بيطلع ولا بقى فيها اي حاجه، ادرينالين بيقل، زائد ان اسمه ايه ده، الكورتيزول كان قلنا بيعمل فازو كونستريكشن، حصل فجاه فازو دايلاتيشن، فحصل هايبوتنشن، لو شوجر، لان زي ما قلت لك هو بيزود الشوجر، فانت كان مزود عندي الجلوكوز، تمام، في الجسم، وكان مانع ان الجلوكوز يخش جوه المصل، خلي دي مثلا المصل اهي، تمام، منعه. فانت لما ما بقاش فيه كورتيزول، الجلوكوز لسه كتير، وفي انسولين طالع اصلا، فبالتالي بيدخل كل الجلوكوز اللي عندي ده جوه المصل، فبالتالي بيحصل لي لو شوجر، زي طبعا ابدومينال ايه او فلانك بين في المنطقه بتاعه ايه الكدني، في المنطقه ايه دي، تمام. ده بالنسبه ايه للادرينال كرايسيس. فده الاس تي اتش قل، بيقلل معاه بقى طبعا الجروث هرمون والتي اس اتش، وهتلاقي التي اس اتش ده بتاع يعني اللي هو بتاع الحرق وكده، فتلاقي العين ده زي ما قلت لك هتلاقيه تخين، زائد طبعا الحاجات اللي قلناها اللي من الاديمه، وان الفات اصلا بيحصل له ريديستريبيوشن في منطقه السنتريبيتال او السنترال اوبستي زي ما بيقولوا، والال اتش فهتلاقي فيه برضه ابنورمال منسز او منسترال سايكل، وهتلاقي فيه مشاكل في بريجننسي او كده، لو بتاخده ممكن يعمل ستيل بيرث، تمام، نتيجه ان هو بيقلل الهرمونات بتاعه البريجننسي، تمام. وممكن يعمل لو، بيساعد برضو، بيقولوا ان هو بيعمل لو بيرث ويت، او وزن الطفل بيبقى ايه المهم يعني ان هو بيلعب في الحاجات ايه السكس هرمونز والجروث هرمون والتي اس اتش، واهمهم الايه الاي تي اتش. ممكن يجي لك عيان يقول لك انا كنت باخد دواء معين وفجأة وقفته، حتى ممكن هو يوقفه من دماغه وبدأ عليه الاعراض دي، فتعرف على طول ان ده عنده ايه ادرينال كرايسيس، على طول تعالجه وتديله ايه كورتيزول. ماشي. ده بالنسبة ايه لهذا الجزء. تعالوا نبص بقى على الجزء ده في المحاضرة، وايه نبدأ نترجم الكلام. زي ما قلت لك السيلر الافكت بتاعه بيقلل الليكوسايت عموما كلها، بيزود اللايزوما من برين ستابيليتي، فبالتالي اللايزوزومز اللي بتطلع من الماكروفاج عشان تموت الخلايا الشريرة اللي بتجيلنا، او الخلايا ايه الفيروس بقى او بكتيريا او اي حاجة، بيزود الاستابيليتي بتاعت الممبرين ده، فما يخليش اللايزوزوم تطلع. الكباري ميرمابيليتي قلناها بيقللها، عشان كده قلنا بيمنع في السوبرفيشال، بيمنع الإديمة. قلنا بيقلل اللايبوكورتين، بيقلل الكوكس 2، بيقلل البليتلت اكتيفيتنج فاكتور والانترليوكين ايه 2 شرحناه. طيب، ده كده بالنسبة هنا. بالنسبة للسايد افكت زي ما قلنا في سبريشن للاي سي تي اتش، هيجي لك بقى كل الاعراض اللي عندك، الماليز، مايليجيا، ارثليجيا، الفيفر عشان اقلل الليكوسايت، هتلاقي كوشنجويد سندروم، تمام. هايبر جلايسيميا قلنا ليه وشرحناها، قلنا الاوستيوبروزس والفراكشر وعرفنا هو بيعمل ايه، بيزود طبعا الالسر والجاسترو انتستينال بليدنج. هتقول لي ليه، هقول لك ان هو مش بيقلل الكوكس 1، تمام، زائد فبالتالي بيقلل الميوكس اللي موجود، وبيقلل البايكارب مثلا، البايكارب يلا، فبالتالي كده ايه الاسيد زاد وقللت الميوكس، فبالتالي بقى الاستومك لايننج بتاعك عندك فيرنبل، يحصل فيه ايه اي السريشن، تمام. ده بالنسبه ايه للجاسترو انتستينال. وزي ما قلنا بيعمل سولت ووتر ريتنشن بقى، واديما وهايبر تنشن، وكل ده بسبب ايه الالكترولايت امبالانس، ده كله بسبب السولت ووتر ريتنشن. لو عالجته كل ده هيتظبط ايه لوحده. قلنا هيقلل السكيليتال جروس في التشيلدرن ليه، كاتابوليك افكت، زائد زي ما انا لسه قايل لك ان هو بيقلل الجي اتش يا باشا، فبالتالي هيقلل لك السكيليتال جروس، وهو ده اللي مسؤول عن السكيليتال جروس. هيقلل الوند هيلينج ليه، عشان زي ما قلت لك بيقلل الكولاجين، بيقلل الفايبر بلاست، تمام. انفكشن ثراش قلناها. الجلوكوما والكاتراكت لقوا ان هو بيزود الانترا
اوكيولار بريشر. وزي ما قلت لك ان هو كده كده ايه بيزود اصلا ايه السولت والوتر في الجسم، بيحبس الميه وكده. ولو ان هو بيزود الانتر اوكيولار بريشر او الضغط جوه العين، ده نتيجه ايه؟ لان انا التصريف عندي دي العين مثلا، عندي المفروض العين بتصرف عندي زي بماسوره كده، بتصرف فيها ايه الفلويد الزياده، هو بيقفل ايه الماسوره دي او بيقلل التصريف بتاع الفلويد منها، زائد ان هو بيزود برضو الفلويد. دول حاجتين يعني. وطبعا بيزود المنتال ديسفانكشن، بيأثر على البرين لانه بيأثر برضو على ايه النيورو ترانسميترز زي الدوبامين والسيروتونين وهكذا. فبالتالي الناس اللي بتاخد كورتيكوستيرويدز او كده بتلاقي ان هو عندهم ايه منتال ديسفانكشن وديبريشن برضو. تمام. ده بالنسبه ايه لهذا ايه الجزء. رجعنا دلوقتي يا شباب مع اخر جزء بقى خلاص، اخيرا وليس اخرا، او ده اخر حاجه خلاص كده وصلنا للفينيتو، نهايه هذه المحاضره. وهي جزء كده بسيط عن اللوكال ثيرابي، او ان انت حاجه اسمها المايوفيشيال بين. طيب، حد عارف يعني ايه المايوفيشيال بين؟ مايو مصل، فهو بيبقى بين غالبا في مصل. تمام. وغالبا ساعات الحاجات دي بتبقى ممكن في ايه ماسلز، ممكن بتاعه الوش، ماسلز بتاعه الظهر وهكذا. فبنعالجهم ازاي تفتكر؟ بقول لك بين يعني في انفلاميشن، في ايتس. انفلاميشن ايتس على طول، اي حاجه غير ايتس انفلاميشن، في ايتس انفلاميشن وفي بين. فهنعالجه بايه؟ الله ينور عليك. يا اما هديله كورتيكوستيرويد زي ما قلنا وشرحنا الميكانيزم بتاع انها بتقلل ايه البين، او هديله حاجه ايه بوتولينيوم توكسين، ده ايه على طول من الاخر كده ايه يفلير المصل دي خلاص كده، يخليها ما تعرفش تعمل كونتراكشن تاني، لان هو البين بيبقى نتيجه الاكسسيف كونتراكشن ايه بتاع المصل. يا اما تديله انستيزيا هتخدر له الحته دي ايه لغايه لما الامور ايه تتحسن او تحل له المشكله الرئيسيه ايه اللي عنده. طيب، نيجي كده دلوقتي نشوف هذه النقطة اهو. المايوفيشيال بين سندروم دي عبارة عن بيسموها بتبقى تريجر بوينت في المصل. يعني لو انت شايف معايا كده، لو جبنا القلم، طيب عشان انت شايف دلوقتي ايه، شايف معايا هنا لو جينا قربنا حتة نقطة سودا كده، هي دي التريجر بوينت. وفي حاجات بالأحمر، شايف الأحمر ده اللي هو الحتت دي كده بالأحمر كده كلها. تمام. ايه طيب المشكله ان انت التريجر بوينت دي البوينت اوف موست بين. يعني انا لو جيت بصباعي وضغطت على النقطه دي كده، اول ما استلمس بصباعي يبقى فيها الم جامد جدا. ودي بتبقى ايه المنبع، او زي ما تقول كده ايه ده الاصل بتاع البين، ان البين نابع من هنا. فانت ببساطه شديده جدا الدكتور بيقوم جاي معاه انجكشن كده، سرنجه، ماشي. السرنجه دي تتوقع يبقى جواها ايه؟ ويقوم ايه غزه هنا في الايه، مش غزه يعني ايه، يبقى يديله انجكشن هنا في التريجر بوينت دي بالظبط. تمام. طيب ده بالنسبه لجزء ايه التريجر بوينت او ما فيش بين. فهو بيجي بيحقن له، فيحقن له ايه؟ فقلنا يحقن له حاجه من الثلاثه: يا يحقن له حاجه تقلل له البين والانفلاميشن، الكورتيكوستيرويدز، تمام، يا اما يحقن له توكسين اصلا يمنع ان اسمه ايه ده يحصل كونتراكشن او الماسلز دي يحس برضه بالبين بتوكسين، اشيل له الحته دي، او لوكال ايه انستيك، تمام، مخدر عشان ما يحسش بالالم. طيب، بالنسبه الحاجه اللي هنشرحها منهم كلهم، شرحنا الكورتيكوستيرويد والبوتولينيوم توكسين انت خدتوه قبل كده. فمش فاضل لنا غير اللوكال انستيك. اللوكال انستيك شغاله ازاي؟ انا لو جيت قلت لك هنا دلوقتي، جينا هنا في هذه الرسمه بتاعت الميكانيزم اوف اكشن، ده انستيزيا، مخدر، عايز اخدر. انا عشان احس بالالم زي ما قلنا في الاول، قلنا ايه؟ انا عندي مثلا الحته دي متعوره في جسمي مثلا، هو سي ماسل مثلا ولا حاجه فيها اي تعويره، تعورت حد غزك، تعورت باي حاجه بسكين اي شيء. فالماسل دي عشان احس بالالم مفروض هيحصل ترانزميشن من الماسل للسي ان اس اللي هو البرين. تمام. عشان اقدر البرين يعني يعمل بيرسبشن او يحس بالالم ده ويحسسك ان في بين، يوديك كده هنا يقول لك لا انت عندك مثلا بين في الحته الفلانيه، فانت بتحس بالالم او تحس ان الحته دي سور او فيها مشكله. فالفكره كلها ان انا ايه، لما باجي بدي اللوكال انستيزي مثلا داخل اعمل عمليه مثلا جراحيه صغيره في الايد، في الرجل، في اي مكان، فانا مش عايز اخدر الجسم كلي، لان طبعا الجنرال انستيزيا ليها السايد افكت بتاعتها، وانا ايه كده كده داخل في حته معينه لوكال في الجسم، مش محتاج اعمل ايه جنرال. فبالتالي بستخدم ايه؟ بيستخدموا اللوكال. واكتر ناس بيستخدموا اللوكال ده مين؟ مشهورين جدا، اللي هو بتخش له الناس كلها بتخاف تروح له، دكتور السنان. تقول لك ده بيجيب حقن قد كده يدخلها في بقي. انت معايا؟ طيب، فالفكره إيه؟ ان انا ايه حته صغيره لوكالايزد عايز اعمل لها ايه انستيزيا او اخدرها. فبالتالي قلت لها هقول لك على حاجه جميله جدا، انا همنع الترانسميشن بتاع النيرف ده ان هو يوصل من المكان اللي فيه بين، تمام، ليه للسي ان اس. طيب بيمنعه ازاي بقى؟ انا دلوقتي هشتغل على النيورون. تخيل معايا ده هنا، ده النيورون، ده الاكسترا سيلولار. وزي ما انتم عارفين، المفروض نبقى عارفين كلنا الاكسترا سيلولار او الجسم كله البي اتش بتاعه ايه؟
نيوترال، لا هو بيزك ولا هو اسيدك 7.4، ودي نعرفها. ولو ان هو الانتراسيلولر، ال اسمه ايه ده، البي اتش في الانتراسيلولر بيبقى اقل شويه، بيبقى اسيدك اكتر من ايه، من بره. دي معلومتين لازم نبقى عارفينهم. ليه؟ لان اقول لك هيبقوا مهمين دلوقتي ليه. طيب، لو انتوا فاكرين لما كنا جينا قلنا قبل كده في يعني خدته قبل كده بقى، واحنا قلنا قبل كده في الموديول اللي هو بتاع البيزك فارماكولوجي، لما قلت لك لو انا عندي حاجه ايونايزد بتبقى ايه؟ الايونايزد بتبقى ووتر سوليبل، تمام، بتقدر تعدي بتدوب في الميه، تمام. والنون ايونايزد او اللي مش عليها تشارج، ماشي، بتبقى ايه؟ ليبيد سوليبل، تمام. طيب، ماشي. ده بالنسبه ايه لهذا الجزء. يعني انا عندي عرفنا ان اي حاجه ايونايزد بتبقى ووتر سوليبل، اي حاجه نون ايونايزد بتبقى ايه؟ ليبيد سوليبل، تمام تمام. طيب، ماشي. يبقى انا كده قلنا انا عندي اللوكال انستيك ده المفروض ان هو ايه؟ لايبوفيليك. يعني ايه لايبوفيليك؟ كنا قلناها مع الكورتيكوستيرويد، بيعرف يعدي من الممبرين من غير ما يعدي من ايه، من التشانلز دي. مش محتاج تشانل، هو على طول منه للممبرين بيعدي يخش جوه. طيب، طب هو ليه ليبيد سوليبل؟ لان هو زي ما قلت لك من شويه نون ايونايزد، ماشي، والبي اتش هنا نيوترال، فمش هيعمل له ايونايزيشن. هيدخل جوه عشان اللوكال انستيك ده اللي هو ال ايه ده يمسك في التشانل بتاعت الصوديوم، ويمنع ان الصوديوم يدخل، وهنعرف ليه هيمنع الصوديوم ان هو يخش. بيعمل ايه؟ يحصل له ايونايزيشن، قلنا ده اسيدك، يعمل له ايونايزيشن، فبالتالي يبقى عنده القدره ان هو يخش يمسك في الصوديوم تشانل ويمنع الصوديوم ان هو يدخل. طيب، لو فاكر في اول المحاضره انا قلت لك ايه؟ كنا جينا قلنا ان انا لو عندي هنا عايز انقل اي امبلس او اي ترانسميشن او اي شعور او اي بيرسبشن لاي حاجه عن طريق النيرف، الكهرباء اللي ماشيه في النيرف دي الموضوع كله ايه؟ اكشن بوتنشال. لازم عندي الصوديوم يدخل جوه، يزود البوزيتيفيتي بتاعت الخليه لغايه لما اقدر اضرب اكشن بوتنشال، تمام، وامشي الايه، الترانسميشن ده جوه النيرفز او في النيرفات. طيب، الفكره في كده ان انا عندي الممبرين جوه هنا نيجاتيف، نيجاتيفيتي عاليه، وانا بدخل له حاجه بوزيتيف اقلل النيجاتيفيتي. لما النيجاتيفيتي دي بتقل بعرف لغايه لما اوصل بقى للثريشولد اللي هو مثلا عندك نيجاتيف 55، ماشي. اول ما بتوصل له بيبدا كل الصوديوم تشانلز تفتح وتدخل صوديوم بوزيتيف زياده لغايه لما اوصل لبوزيتيف 40، تمام تمام. اوصل بوزيتيف 40 بقى كده حصل اكشن بوتنشال، واقدر ايه؟ اعمل ترانزميت للامبلس عن طريق ايه؟ النيرف. فانا هنا الصوديوم ده لما بيدخل ويماشي كده عمال يمشي الامبلس لغايه لما بيوصل للسي ان اس، ايه اللي بيحصل؟ بيحسسني بالبين، ده الامبلس بتاع البين، تمام، اللي ماشي في النيرف. طيب، الامبلس بتاع البين اللي ماشي في النيرف ده انا عايز اوقفه، فلما عاوز اوقفه هعمل ايه؟ اوقف الصوديوم ايه؟ شانل دي. فهو حرفيا اللوكال انستيك شغال كده. يبقى نعمل ريكاب سريع، احنا قلنا ايه؟ قلنا ان انا عندي بره الممبرين الدنيا عندي بتبقى نيوترال 7.4، وجوه بيبقى اسيدك، تمام. وانا عندي اللوكال انستيك ده بديه بيدخل جوه عن طريق الممبرين اللي هو الليبيد ده، لان هو لايبوفيليك زي ما قلنا نون ايونايزد، تمام. يخش جوه اللي هيبقى فيه اسيديتي عاليه، فبالتالي هيحصل له ايونايزيشن. ودي حاجه في يعني في صالحنا احنا. ليه؟ لان هو هيقوم داخل على طول ماسك في الشانل دي وايه؟ قافل الصوديوم تشانل اللي بترانزميت البين امبلس للسي ان اس، عشان ايه؟ يقدر تحس بالبين. فبالتالي لما انا اقفل الصوديوم تشانل انت مش هتحس ايه؟ بالبين. فبالتالي هبقى عالجت لك ايه؟ المايو فيشيال بين او المايو فيشيال بين سندروم، تمام تمام. طيب، ده بالنسبه للجزء ده. يبقى احنا قلنا ايه؟ drugs cause reversible block of nerve conduction، ماشي، producing ايه؟ localized، اهم حاجه localized، اسمه local anesthetic، تمام. loss of sensation ما عدا ايه؟ ما بتجيش عن الكونشسنس. يعني مفيش حد خد local anesthesia مثلا او خد بنج موضعي زي ما بيسموه وقال لك انا فقدت الوعي، لا، لان هو بيبقى شغال على الحته اللي انت ايه؟ ضربت فيها ايه؟ الانستيزيا دي، تمام. طيب، الكلاسيفيكيشن بتاعتها عايزك تعرف ان هم نوعين، يا اما استر، تمام، اللي هم الكوكين والبروكين والبنزوكين والايه؟ الامايدز. الفرق بين دول ان انت الامايدز بيكسروا بالليفر اميديز، يعني عارف حماده هلال. والاستر تخيل بيكسروا بايه؟ بالبلازما تيشو ايه؟ استريزس. فانت اهم حاجه تعرف ان الاستر في البلازما والامايد ايه؟ تبع ايه؟ الليفر. ده كيميكال ستراكشر، حاجه ايه؟ مش مهمه، مش مهم ان انت تعرفها يعني. طيب، ده الميكانيزم اوف اكشن اللي كنا شرحناه، بس في ايه حاجه محتاجين ايه هنا نقولها. هنا عندي اللوكال انستيك دخل،
عشان هو لايبوفيليك نون ايونايزد ودخل جوه، خلاص بقى ايونايزد، عمل بلوك للشانل. طيب تخيل معايا انا قلت لك ان الحته اللي انا عايز ادي فيها الانستيزيا دي انفكتد، فيها ابسس، فيها انفلاميشن، فيها اي حاجه. الابسس والانفلاميشن والانفكشن دول بيزودوا البي اتش، قصدي بيقللوا البي اتش. تمام. يعني ايه بيقللوا البي اتش؟ يعني بيخللوا الاريا هنا ايه، اسيدك. واضح؟ طيب لما يخليها هنا اسيدك، تتوقع ايه اللي هيحصل؟ الله ينور عليك، ايه اللي هيحصل؟ هو ده اللي هيحصل. اللوكال انستيك هيحصل له ايه؟ هيحصل له ايونايزيشن. هيجي يدخل دلوقتي بقى ووتر سوليبل، مش هيعرف يعدي ايه من الليبيد زي الميه والزيت على طول. ما تلاقي عمر الزيت والميه ما يختلطوا، هتلاقي الزيت طلع ايه، على السطح. فاللوكال انستيك لو فضل نون لو حصل له ايونايزيشن نتيجه ان الميديا اللي بره الاكسترا سيلولر اسيدك، ايه اللي هيحصل؟ مش هيعرف يخش جوه ايه، جوه الخليه، او جوه يعدي من البمبرين ويعمل الاكشن ايه بتاعه، فهيقلل لي الاكشن بتاع اللوكال انستيك. طيب ماشي، ده بالنسبه للجزء ده. هتلاقي هنا كاتب لك هنا النيرف فايبر سنسيتيفيتي موست سنسيتيف تو بلوكيد اوف السمول ده مش عارف سمول دايمتر واي فايرنج ريت، وهي هنشرحها ايه ايه بالتفصيل دي. طيب انا قلت لك هنا ان هو لازم يبقى سمول دايمتر، او الحاجات اللي بيحصل لها بلوك دي فيرست السمول دايمتر والشورتر والهاي فايرنج ريت. طيب خلينا نمسك واحده واحده. تخيل معايا انا عندي ده نيرف كده، وده نيرف. النيرف ده طوله كله فيه صوديوم تشانلز، الطول ده كله بتاعه لو جينا عملناه بالاحمر، الطول ده كله صوديوم تشانلز. تمام. والنيرف الصغير ده او الحته الصغيره دي طولها كده، ودي كلها ايه، الصوديوم تشانلز اللي فيها على مدار ايه الطول بتاع النيرف ده، او الايه عشان يمشي الامبلس. فتتوقع معايا ان انا لو معايا نسبه انستيك، جيت وزعتها على ده ووزعتها على ده، انا هيحصل له بلوك فيرست اللي فيه صوديوم تشانلز ايه، الطول بتاعه قصير عشان عدد الصوديوم تشانلز مش كتير. تمام، على طوله. طيب ده بالنسبه ايه للشورتر. السمول دايمتر، تخيل معايا كده، انا عندي ده نيرف وده نيرف تاني، بس ده مايلينيتد كده، ماشي، وده مايلينيتد كده. طيب هنا بيبقى فيه صوديوم تشانلز في النودز اوف رانيفير دي، او الحتت الفاضيه دي بيبقى فيها صوديوم تشانلز. طيب تمام. وجيت قلت لك، وهنا في صوديوم تشانلز برضو المفروض اللوكال انستيك يخش لها. فالدايمتر ده عشان اللوكال انستيك يخش من المايلين شيس اللي هو اصلا عباره عن ليبيد وبتاع، ويعدي وبعدين يعدي يخش جوه ايه، هياخد وقت او هيبقى ايه ابطا شويه من التاني. غير ده انت على طول الصوديوم تشانلز اكسبوزد على السيرفيس كده، لو جينا رسمنا بالبتاع ده، او دي الصوديوم تشانلز، النقط الزرقاء دي لو جينا قربنا شويه عشان تبان، دي الصوديوم تشانلز، الصوديوم اهو 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 كده، واخد بالك؟ فعلى طول اكسبوزد الدواء على طول هيشتغل ايه عليها، غير في المايلين شيس. بالنسبه بقى ايه للهاي فايرنج ريت دي، محتاجين لها صوره، الصوره اللي تحت دي هي اللي هتوضح لنا الموضوع ده كله، الصوره دي. طيب انا لما باجي اقول لك حاجه عندي هاي فايرنج ريت، يعني النيرف ده كل شويه يضرب ايه امبلس وترانزميشن. مين النيرفات اللي بتبقى هاي فايرنج ريت؟ البين، الحمد لله الهاي فايرنج ريت اللي هي الايه، البين، النيرفات اللي بتوصل البين للسي ان اس. فتخيل معايا لو انا جيت قلت لك ان انا عندي، قلنا الايه يعني الفولتج جيتد ايون تشانلز ماشيه ازاي. الاول هي اوبن مفتوحه، ليه؟ لان انت عندك عمال صوديوم عمال يدخل. بعد ما الصوديوم بيدخل بيحصل حاله ايه، ان اكتيفيشن، خلاص انت دخل، حصل اكشن بوتنشال، خلاص بيحصل ان اكتيفيشن. تمام. بعد كده بعد خلاص ما البول او تشين يحصل ان اكتيفيشن، ده بيحصل حاجه اسمها ريستنج ستيت، او ان خلاص التشانل كلها قافله. حتى مش هتلاقي البول اند تشين دي اللي بتخش تقفل منين، لا، التشانل كلها قفلت خلاص، ما فيش اي حاجه بتدخل. فهم لقوا ان في الحاله بتاعت الاوبن والان اكتيفيتد اللي هي نوت اكتيف، خلاص بسبب ان هي بيحصل فيها ريبيتيتيف فايرنج، خلاص وحصل اكشن بوتنشال فبقت ان اكتيفيتد. الحالتين دول الانستيك او ال ايه اللوكال انستيك بيقدر يبقى ايه، يعني البوتنسي او الافينيتي بتاعته ان هو يمسك في ال الشانل دي او يقفلها، او ان هو يقفل الشانل دي، بتبقى اكتر من حاله الكلوزد ستيت. ليه الكلوزد ستيت دي؟ لان ده قاطع ميه والنور اصلا، واخد بالك؟ فلو ان هم كده اللوكال انستيك شغالين على الانكتيفيتد والاوبن اكتر من ايه الكلوزد شانل. فانا عندي لما اجي اقول لك النيرف هاي فايرنج ريت، معناه ان هو بيفتح وبيقفل كتير، يعني اوبن وانكتيفيتد كتير، فبالتالي اللوكال انستيك هيقدر ايه يشتغل على ايه، على ال اسمه ايه ده الشانل دي، او الايون شانل دي، او الفولتج جيتد ايه ايون شانل. ده بالنسبه ايه للجزء ايه ده. يبقى احنا كده فهمنا، قلنا الموست سنسيف لازم سمول دايمتر، وشورت يبقى افضل، وهاي فايرنج ايه ريت، وقلنا ليه. الريكفر بقى بيبقى في الريفرس اوردر، وده ايه طبيعي ان هو الكبير خلاص اول ما يبدا يحصل ريكفري الكبير هيرجع ليه، لان هو كان ايه
اقل واحد اتاثر من ايه، من البلوكج دي. ليه؟ انت عندك حرفيا كام تشانل هيفكوا خلاص كده هيرجع تاني ايه للطبيعي بتاعه. بيقول لك هنا في ان ايونايزد بيز باس النيورال ممبرين انسايد النيرف يبقى اكتف فورم يعمل بلوكج للان اي شانل. تمام. نفس الكلام اللي قلناه ان هو ان ايونايزد هيخش من جوه وبعدين هيحصل له ايونايزيشن جوه يعمل بلوكج للتشانل، فبالتالي مش هيبقى فيه امبلس جنريشن وبروباجيشن، فبالتالي هعمل ايه؟ اديكريز البينفول ستيمولاي او البين اللي عندي ده. طيب ماشي. يبقى الحته دي قلنا اننا هنأثر على سمول دايمتر الهاي فايرنج ريت وشرحنا ليه بالتفصيل. وقلت لك لما يجي يحصل ريكفري هيبقى ايه في الريفرس. ليه؟ لان انت عندك السمول ده اقل عدد من اللوكال انستيك هيأثر عليه، لكن اللارج الكبير الدايمتر الكبير اللي هو فايرنج ريت وبيقعد كتير في الريستنج ممبرين بوتنشال محتاج كميه اكبر. فانا لما الكميه بتاعت اللوكال انستيك تبدأ معايا تقل، ايه اللي هيحصل؟ هيبدأ اول واحد يرجع للطبيعي بتاعه هو ايه اللي كان محتاج كمية ايه اكبر، لان الكمية قلت كتير جدا مش قادرة تأثر على اللارج نيرف بس لسه مأثرة على ايه السمولر نيرف. طيب ده حتة الافكت بتاع ال البي اتش. ومعلومة أخيرة، اللوكال انستيك ده او معظم اللوكال انستيك ما عدا الكوكين، يعني لو كده جينا نكتب هنا حاجة، هكتب لك هنا اهو all local anesthetics except cocaine or فازو دايليتور. يعني ايه فازو دايليتور؟ يعني بيوسع البلاد فيسل، يعني بيخلي بيحصل ايه، بيوسع ايه البلاد فيسل، بيعمل فازو دايليتيشن او دايليتيشن يوسع ايه الفيسلز اللي في الجسم. فتخيل معايا انا اديتك هنا كميه انستيك محدده اللي هي الكور دي، وهو قام عامل فازو دايليتيشن في الفيسل. تتوقع ايه اللي هيحصل في الحته اللوكال دي؟ هيحصل ابزوربشن للانستيك من ال- المكان اللوكال اللي هو فيه ده للفيسل. الفيسل دي يعني ايه؟ يعني بلاد، يعني سيستميك، يعني هتمشي في السيستم كله. ولما تمشي في السيستم كله تعمل لي طبعا تزود التوكسيستي. دي اول حاجه هتعملها لي. يحصل بقى سي ان اس ديبريشن بقى كبرادي كارديا مع هايبوتنشن نتيجه اصلا الفازو دايليتيشن، وهايبوتنشن نتيجه الفازو دايليتيشن. والكاردياك توكسيستي تعمل لي ايه؟ برادي كارديا. تمام. وبالتالي يبقى انا دلوقتي كده ايه، زودت الريسك بتاع التوكسيستي وقللت الافكت بتاع ايه الانستيك، لان انا دخلت منه حبه كتير في السيستميك سيركيوليشن وانا اصلا عايزه لوكال في المنطقه دي. فبداوا يعملوا ايه بقى؟ يدي اللوكال انستيك معاه ايه؟ الفا اجونست بلس الفا اجونست. تمام. طيب ليه بدي معاه الفا اجونست؟ لما بدي الفا اجونست ده، الفا اجونست ده عباره عن فازو كونستريكتور، هيعمل كونستريكشن. فبالتالي لما يعمل كونستريكشن في الفيسل اقلل السيستم الدواء اللي بيطلع في السيستميك سيركيوليشن. فبالتالي لما اقلله اولا هقلل التوكسيستي، دي اول حاجه ودي اهم حاجه بنعملها. زائد ان انا ايه، هبرولونج الافكت، الافكت بتاع الدواء ايه هيكتر، لان انا عندي ايه النسبه بتاعت اللوكال انستيزيا اللي موجوده ايه هتزيد. يبقى الافكت ايه هيبقى برولونجد او هي ايه هيزيد زي ما بنقول، هتبقى الكونسنتريشن بتاعته ايه اعلى. تمام تمام. الميثودز اوف ادمنستريشن نايس تو نو. عندك السيرفيس انستيزيا زي ما انت شايف كده، الكريمات اللي بتدهن، الانفلتريشن يعني دكتور الاسنان حبيبك اللي انت عارفه اللي بتروح له ايه يرزعك الحقنه ايه ما تحسش حاجه بعديها خالص كده. وبعدين ممكن اعمل نيرف بلوك في نيرف بلوك معين في الترانك مثلا، بتدي كذا نيرف مثلا ممكن اعمل لها بلوك بحيث ايه انا عايز مثلا مجموعه من النيرفات اقفلها مثلا في الابر ليمب، فبدي ايه في الترانك بتاع ايه الابر ليمب. كودال انستيزيا ده غالبا بيستخدموه في حالات الولاده وكده، بالولاده القيصريه. خلي بالك لان هي في الحاله دي لو انت هتولدها قيصري بتديها كودال انستيزيا عشان ما تحسش بالبين. لكن طب لو هي هتولد، يعني ممكن برضو يقول لك ست بتولد مثلا طبيعي ولاده طبيعيه عاديه، هل ينفع اديها كودال انستيزيا؟ هتقول لي انت بتهزر، هو مش الست زي ما انت بتشوف في الافلام كده يقول لها احزقي معايا عشان ايه العيل ينزل وكده؟ هل هي لما تديها كود الانستيزيا وتقفل لها الجزء اللور بارت خالص بتاعها ده هتقدر تعمل كونتراكشن؟ اصلا مش هتعرف تعمل كونتراكشن، فبالتالي ايه مش هتولد اصلا لو انت اديتها كود الانستيزيا وانت بتولدها ايه طبيعي. وفي سباينال برضو ايه بيدوها في السباين والابيديورال للناس اللي عندها مشاكل في الفقرات بتاعه الظهر وهكذا. طيب قلنا السايد افكت ايه؟ قلنا سي ان اس هيحصل كونفالجن ونيوروتوكسيستي. معلش احنا تقريبا كنت قلت سي ان اس ديبريشن، كان قصدي سي في اس ديبريشن اللي هي البراديكارديا مع الهايبوتنشن. يحصل كونفالجن ونيوروتوكسيستي نتيجه للانستيزيا ده. الكارديو فاسكولار سيستم زي ما قلنا يحصل براديكارديا وهايبوتنشن. طيب هايبر سنسيتيفيتي ريدكشن بالذات الناس
اللي عندها حساسيه من الاستر بيلاقوا ان هي بتعمل ديرماتيتس او هايبر سنسيتيفيتي. واحد عنده حساسيه من الايه، من اللوكال انستيكس، فلازم قبل ما بيدوا اللوكال انستيك بيشوفوه هو عنده هايبر سنسيتيفيتي منه ولا لا، فبيدوه له ايه سبكوتينيوس الاول يشوفوا ايه هيحصل رياكشن ولا لا. ما حصلش رياكشن بيبداوا ايه يشتغل. طيب السايد افكت بتاعت السباينال انستيزيا مكتوب عندها ايه، نايس تو نو. كده كده هايبوتنشن وبرديكارديا معانا. لو حصل سي اس اف ليكج، تمام، او السي اس اف اللي هو الفلويد اللي ماشي في السباينال كورد وماشي في البرين، لو حصل له ليكج ده بيؤدي الى هيد اك. تمام. ممكن تديها تعمل ريسبيراتوري باراليسيس في الريسبيراتوري ماسلز، ده انستيك. تمام. يوصل للايه للريسبيراتوري ماسلز يعمل لها باراليسيس. وانت داخل مثلا ممكن ايه الحاجه اللي داخل بيها مش نظيفه او حاجه فتعمل لك سيبتك ايه مننجايتس. ولما باجي بعمل الساكرال باراسمباثيك بلوك، الساكرال باراسمباثيك سيستم او اللي هو النيرفات دي بتدي اليورينري بلادر. تمام. واحنا كلنا عارفين اليورينري بلادر عشان اجي اعمل تخش الحمام وكده لازم يحصل فيه ايه كونتراكشن عشان يسكويز وينزل اليورين هنا. تمام. وينزل عندك في اليوريثرا وتقدر تدخل الحمام. فبالتالي الناس اللي عندها ساكرال باراسمباثيك بلوك بيبقى عندهم يورينري تنشن، فهم بيركبوا لهم ايه يورينري كاستر. بكل بساطه يورينري كاستر زي كانك دخلت خرمت هنا خرم صغير خالص في اليورينري بلادر. تمام. وبقيت تاخد اليورين اللي منه تنزله في باج معاك بره كده. تمام. بكل بساطه. ده كده دي طبعا الصفحه دي اعتقد مش يعني جود تو نو، نايس تو نو، يعني مش مهمه قوي. وكده يبقى خلصنا بفضل الله اول محاضره. لو عندكم اي تعليقات او اي حاجه ايه ابعتوا لنا. ولو في اي حاجه مش فاهمينها اي جزء محتاج توضيح ابعتوا لنا برضه نعمل لكم فيديو توضيحي ليه. وشكرا لكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.